السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهاردة هنتكلم عن الجيل الرقمي بيشتري ازاي وازاي نقدر نفهمه ونبيع له. لو عايز تعرف الاسرار تابع الفيديو للاخر. طيب، الجيل الرقمي اللي هو اتولد في عصر التكنولوجيا والموبايل والانترنت والتكنولوجي، فاللي هو حياته كلها عبارة عن تكنولوجي، فاتولد عليها، اتولد فيها وما عاصرش التطور بتاعها. فساعات بيسموه جين زي اللي هو الجيل زد. فاللي هو دوت الجيل دلوقتي الحالي. فانت ايه صفاته مثلا عشان نعرف ازاي نبيع له؟ هو بيحب السرعة. فانت حضرتك لما تيجي تعرض له مثلا منتج، ما تقعدش تتكلم عن المنتج كتير او تعمل اعلان مدته كام دقيقة. لا، هو مثلا بيحب يقلب في الريلز او اللي هي الفيديوهات القصيرة اللي هي بتبقى مثلا 30 ثانية او حوالين الوقت دوت، او دقيقة مثلا، اقل من دقيقة بالكتير. فحضرتك بتحاول توصل المعلومة أو الفيديو بتاعك في خلال الفترة ديت، وتكون طبعا بطريقة جذابة وشيقة، وتستخدم فيها طبعا ممكن نستخدم فيها انفلونسرز طبعا، اللي هم ناس مؤثرين برضو، هم بيحبوا حاجات الترند أو الحاجات طبعا لو انفلونسر جرب الموضوع هتلاقي الناس بتحب تجرب وراه المنتج أو الخدمة اللي هو جربها. بيتاثروا جدا بالانفلونسرز، واللي هم الانفلونسرز طبعا اللي هم الاشخاص المؤثرين، سواء بقى في اللايف ستايل، في الفيتنس، في طريقه الاكل، في اللبس، في الكوزموتكس او المنتجات العنايه بالبشره. فكل الحاجات ديت هتلاقيهم متاثرين بيها جدا لو انفلونسر جربها. طيب، برضو حضرتك هتستخدم السوشيال كوميرس، او دلوقتي في حاجه اسمها التجاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هما بيستخدموا ايه اكتر حاجه في التواصل الاجتماعي؟ الانستجرام والتيك توك اكتر طبعا من الفيسبوك واي سوشيال ميديا تانية. طيب، هنستخدم ايه مثلا؟ في عندك انستجرام شوب، عندك تيك توك شوب، وعندك على الفيسبوك اللي هو ماركت بليس طبعا. فحضرتك بتحاول تعرض منتجك من خلال السوشيال ميديا هيظهر لهم. وطبعا في حاجة تانية انك بتخلي طريقة الشراء سهلة. يعني اللي هو باي ناو مثلا، يا دوبك يدوس على الزرار، ياخد الترانزاكشن ويدفع، وتوصل له رسالة ان هو دفع وشكرا كده. ما يحبش بقى التعقيد في الموضوع دوت. طيب، برضو لما تيجي ترد على رسائله او على استفساراته، هو طبعا ممكن مش هيبعت لك على هيبعت لك على الدي امز او الدايركت مسج، اللي هي رسائل على الخاص. ساعات ما بيحبوش ان هم يظهروا على البابليك في الاسئله بتاعتهم. فانت حضرتك برضو الحته دي لازم تاخد بالك منها انك ترد عليهم سريع، لانه احنا زي ما قلنا ان هم بيحبوا السرعه، وترد عليهم برايفت وتديهم كل صفات المنتج اللي انت بتتكلم عنه. طيب، في حاجة تانية برضو، المصداقية في الحاجة اللي انت بتقولها. هم بيحبوا المصداقية جدا، ما يحبوش ان هم يعني تديلهم او تقول فيتشرز مش موجودة في المنتج. طبعا برضو هم بيقروا ريفيوز والكومنتس بتاعت الناس. هم قبل ما يشتري حاجة، دي من الحاجات الصفات الأساسية، ان هو بيخش يقرا ريفيوز والكومنتس. فهو ما بيشتريش على طول. لا، الناس بتتكلم عنك كويس هيقتنع. وبرضو الناس دولت لازم يبقوا ناس في سنه او قريب من سنه. لو مثلا حد كبير او الكلام دوت، ممكن ما يحسش ان هو شبهه، فما يقتنعش بكلامه. طبعا انت حضرتك برضو بتبقى عندك مصداقيه، لان هم بيكشفوا برضو الموضوع دوت. ما ينفعش مثلا تقول ان الموبايل بتاعي بيشتغل مثلا يومين من غير ما يفصل بطاريه، وبعدين تلاقي كومنت او ريفيو مع حد كاتب ان هو ايه ده لا، ده انا استخدمته بتاع 6 ساعات وفصل وبطاريته وحشه جدا. فالناس هتقتنع بيه، وانت كده يعني ضربت خالص المنتج بتاعك. يعني هو ضرب لك المنتج بتاعك خالص. فانت الحاجات دلوقتي ايه؟ طبعا السوشيال ميديا والعصر الرقمي كل حاجه مفتوحه على بعض، والناس بتقول لبعض يعني في حاجه اسمها الورد اوف ماوث، او الناس بتتكلم عن المنتج بتاعك ازاي، يعني اللي هو بيقولوا ايه على المنتج بتاعك. حضرتك دي من اهم الصفات اللي انت لازم تاخد بالك منها لما تيجي تعرض للجيل الرقمي دوت. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي ان شاء الله.